السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده معانا وصفة جميلة جدا، تنفع غدوة وتنفع عشاء سريع. في حر الصيف ده طبعا كلنا يا جماعة طبعا بنبقاش عايزين نقف في المطبخ كتير في الحر وفي الصيف ده. هنقدم النهارده فطيرة للعشاء سريعة جدا وبدون عجن بدون فرد، بجد هتعجبكم جدا. يلا بقى كملي معايا لنهاية الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعميني باللايك، ما تنسيش اللايك عشان خاطري وعشان الفيديو يقدر يوصل لأكبر عدد من الناس. و... ولو انت مشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بوصفاتي. شايفين الفطيرة طالعة روعة ازاي؟ جميلة جدا ومورقة وتحفة، وهنقدمها بطريقة مختلفة، يعني بطريقة انت ما شفتهاش قبل كده. شايفين؟ يا ريت بقى تدعموني باللايك عشان الفيديو ده يترفع يا بنات. بجد تحفة جدا، هتعجبكم جدا. يلا نكمل نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف طريقتنا ايه. أول حاجة معايا هنجهز بس الصينية بتاعتنا الأول. هنا دي زبدة أو سمنة أو زيت، مفيش مشكلة خالص. هندهن الصينية ونسيبها على جنب، يعني هندهن كده الصينية بالمنظر ده ونسيبها على جنب. تعالوا بقى هنعمل دلوقتي خليط التوريق اللي هنستخدمه. معايا هنا كوبايه من اللبن، ولو عايزه تعملي نص كوبايه يبقى نص كوبايه، هقول لك ليه بس. ومعايا زي ما احنا شايفين حوالي 3 4 معالق كده كبار من الزبده او السمنه. ومعايا بقى معلقتين قشطه، وبدون بيض ولا اي حاجه، معلقتين قشطه من وش اللبن عادي جدا، شعره فلفل اسود وشعره ملح. وده خليط التوريق معايا. هنسيبه بقى على جنب ونعمل بقى الحشوه بتاعتنا. عايزه اقول لك الحشوه اختياري، انا كان عندي جبن، طبعا لو عندنا بواقي جبن وبدل ما تنشف في التلاجة فكان عندي جبنه رومي على جبنه موتزاريلا. كان معايا كمان جبنه الدومتي اللي هي الكريمي دي. هستخدم معلقه كبيره منها وهعمل بس عشان الحشوه بتاعت الجبن تتماسك معايا، ونسيبها برضو على جنب. كان عندي برضو تشيكن ستريبس في الفريزر، فقليته كده وهقطعه مع بعض قطع صغيرة. عايزة اقولك بقى الحشوة اختياري، ممكن نحشيها لحمة مفرومة، تعصيجة لحمة مفرومة كده بفلفل الوان، فراخ، سجق، بتبقى هايلة بالسجق. انا ما كانش عندي بصراحة فعملتها بالمتوفر عندي. وتعالوا بقى معايا بقى، كان معايا عندي لفة رقاق طري من رمضان، شوفوا بقى من رمضان. قلت لازم استخدمها معاكم في وصفة عشان لو عندنا رقاق في الفريزر او اي حاجة قلنا نستخدمها مع بعض. وزي ما احنا شايفين هنجيب ورقة الرقاق كده وهندهنها بخليط التوريق اللي احنا عاملينه، ونبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا اللي هي الجبن او ايا كانت، وهحط عليها التشيكن ستريبس. وعايزه اقول لك كمان زي ما قلت لكم، ممكن لحمه مفرومه هتبقى روعه جدا، بعملها كتير باللحمه المفرومه بالسجق، حشوه سجق كده بنشوحه كده مع فلفل الوان مع طماطمايه كده ونشيل منها البذر. بصوا بتبقى روعه جدا. وهنبدا نحطها كده زي ما احنا شايفين ونبدا نلفها رول. قفلت من الجنب ده وقفلت من الجنب ده، وزي ما بنلف العيش السوري اللي هو بتاع الشاورما، مفيش مشكله خالص. وهنحطها في الصينيه بالمنظر ده. نعمل واحده تانية مع بعض. زي ما قلت لكم يا بنات كنت بصراحه عايزين نتعشى وعشاء سريع، فايه جمعت دول وعملتها وصفه كده وبجد حلوه جدا. وزي ما قلت لكم الجبن اختياري، مش شرط خالص في الوصفه، بالعكس ده باللحمه المفرومه بتبقى احلى بكتير، او حشوه ربع كيلو فراخ بانيه، بصي بتبقى تحفه جدا. شايفين؟ وهحط عليها برضو حبه كده من التشيكن ستريبس اللي عندي اهو زي ما احنا شايفين كده. ونقفل كده من الجناب، نطبق الجنب ده عشان بس الحشوه ما تخرجش معايا من بره، يعني قفلنا زي اكننا كده بنقفل من ورق العنب. نقفل من الجنب ده ومن الجنب ده، وهو بدهن برضو فرشه كده من خليط التوريق. وبس كده. هنا بعد ما كملت معايا الكميه كلها، بصي انت ممكن في اللحظه دي تدهني بقيه خليط التوريق معاكي عليها وتدخليها الفرن، خلاص كده خلصت وهتطلع لك حلوه وروعه جدا. حبيت اعمل فيها تزويده واضافه من عندي، تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا دهنت كده فرشه بسيطه. هنعمل بقى خليط بشاميل. جبت معايا كوبايه من اللبن، وبصي الكوبايه التانيه بقيه خليط التوريق انا هنزل بيه. وهنزل بمعلقتين كبار من الدقيق، معلقتين فقط. وطبعا شعرة ملح وشعرة فلفل اسود، ومش هحط زبده لان انا حاطه في خليط التوريق بتاعي زبده. يعني بدل ما ارمي بقيت خليط التوريق، لا انا قصدت ان انا ازود عشان احطهم فيها بالقشطه ويعمل لك بشاميل تحفه جدا. رحت حطيته على النار، طبعا ما رضيتش اكمل معاكم التصوير عادي جدا، لغايه ما تقل معايا وبقى بالمنظر ده. واول ما يغلي دقيقه بس عشان نضمن سوى الدقيق، وبعدين نروح طافيين. وبعد كده زي ما انتم شايفين نزلت عليه
عايزه اقول لك بقى عامل كده زي الكانيلوني، احنا ممكن نقول الكانيلوني الكداب. بصي روعه جدا، اضافه البشاميل ليها والله مديه طعم خطير. هبدأ بقى اوزع البشاميل كده على الصينيه زي ما احنا شايفين. هندخلها الفرن يا دوبك تلت ساعه على فرن سخن مسخناه قبلها ب10 دقايق على الرف الاوسط على الشبكه اللي في الفرن الرف الاوسط. دخلتها تلت ساعه بالظبط وطلعت معايا. هبدأ بقى اضيف لها جبنه موتزاريلا وادخلها بعد كده تحت الشوايه، يا دوبك الجبنه تسيح وتاخد لون فقط زي ما احنا شايفين كده بالظبط. شايفين وصفة في منتهى السهولة. بعد ما طلعت معايا بالمنظر ده حبيت بقى نرش عليها كده شوية بقدونس نكسر اللون معانا ونظبطها. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى يا ريت ما تنسنيش باللايك والشير يا بنات. وصفة جميلة جدا جربيها بجد مش هتندمي، وجربيها بأي حشوة تانية مختلفة عندك. الحشو ده اختياري، انا بقدم لك افكار وانتي تبدعي براحتك. شايفين بقى عاملة ازاي؟ والله تحفة جدا ومشبعة جدا. بتبرد بقى شويه كده وتاكليها كده رولات مع الخليط البشاميل اللي مش عايزه اقولك بيبقى سايح وكريمي عليها. والله والله حلوه جدا. جربوها وتضيفوا على الرقاق الطري البشاميل. مش عايزه اقولك على الجمال والروعه، ولا بيض ولا اي حاجه، وبجد مش مكلفه خالص. اي امكانيات عندك في البيت اعمليها. يلا بقى اشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة، واتمنى ان انتوا ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم يا بنات عشان تدعموني والفيديو يترفع. ربنا يخليكم ليا وان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم. شايفين التوريقة؟ شايفين مورق ازاي؟ يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.